السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد معانا هنا في القناة. بنحاول نوصل معلومة بطريقة تكون تبقى مرتاح وانت تسمع المعلومة، ما تحسش ان انت بتسمع معلومة وخلاص. فالمعلومة اللي جاي اوصلها لك النهاردة فهي كبيرة وكمان اللاعب اللي معانا النهاردة فهي من مميزاته ان هو ميزان كده، راجل نص ملعب كويس. فكون ان انت جبت اللاعب ده فانت عملت حاجة كبيرة وشوط ضربته كبير جدا 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 في انك انت تجيب اللاعب ده من فريقه وهو لاعب كويس. نص ملعب عالمي، نص ملعب مش عايزين نقول عالمي بس لا، كلمة عالمي دي قليلة، لكن هو نص ملعب كبير جدا 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 جدا. فاللي احنا بنتكلم عنه النهارده هو بلاتي توريه لاعب نادي بيراميدز. نادي الزمالك بيحاول التعاقد معاه. بلاتي توريه النهارده كان بيلعب مباراة قدام فاركو، نادي فاركو خسر، كسب نادي بيراميدز 3-2. فاركو وبلاتي توريه كان من نجوم الفرقة. طب حد يقول لي اشمعنى بلاتي توريه؟ اقول لك بلاتي توريه من اهم مميزاته كلاعب وسط ان هو لاعب بيفكر. بس شوف بقى انت كلمة بفكر دي انت ما عندهاش في نص الملعب من ايام اسماعيل يوسف، وايام اسماعيل يوسف وكان فرجاني اساسي. شوف بقى هما الاتنين دول اللي كانوا بيفكروا معاك. طب حد يقول لي امام كان بيفكر؟ لا، امام ما كانش بيفكر نهائي. امام كان مزاج وفرجاني كان مزاج، لكن كان بيفكر. فقلت لك هو اسماعيل يوسف. طيب قلنا كده معانا بلاتي توريه. طيب مين اللي هيروح من الزمالك مقابل بلاتي توريه؟ مصطفى شلبي عايز يمشي من الزمالك، وبيراميدز عارض عليه ان هو يروح هناك مقابل مادي عالمي جدا. نادي الزمالك بيحاول ان هو يروح مكان بلاتي توريه. طيب تفتكر إدارة بيراميدز هتتوافق بالعرض بتاع مصطفى شلبي؟ طب ما هو بيراميدز ممكن يتعاقد مع ديانج. طب ما هو ديانج كده مش راح كأس العالم على الأهلي ليه؟ ما هو الاهلي مع حمدي فتحي. طب ما لو كان عايز يمشيه بدري ليه هو وديانج؟ كان بالثنائي. قال لك لا، انا هجيب هجيب حمدي واسيب ديانج. كده ديانج خلاص بره الاهلي لفتره كاس العالم الجاي، والفرق اللي هو معاها في السعوديه هناك اكمل معاها عادي جدا 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 ومفيش اي جديد. لكن زي ما قلت لك الزمالك بيحاول يجيب توريه مع امام عاشور ان هيجي نادي الزمالك، مع وجود كمان كريم نيدفيد وعمرو السولية. كده انت معاك 4 نص ملعب كويسين، معاك عبد الله، كمان معاك ناصر، ومعاك حمدي، ومعاك شحاتة، ومعاك جهاد. دول اللعيبة بتاعت نص الملعب الزمالك الفترة اللي جاية كلها. امام امام ندفيد السولية، امام ندفيد السولية من الاهلي، بلاتي توريه من بيراميدز، ومعاك حمدي وعبد الله وناصر وشحاتة وجهاد. كده انت معاك 10 لعيبة تقدر تبني عليه اي فترة انت محتاجها. طيب لو انت مشيت عبد الله السيد فانت معاك حمدي ومعاك ناصر. طب مشيت ناصر وعبد الله معاك حمدي. طب مشيت التلاتة فانت معاك جهاد ومحمد شحاتة. محمد شحاتة من اهم اللعيبة اللي في نص الملعب دلوقتي، وكله يعني بيشهد له ان هو على لاعب على خلق كبير جدا جدا. يعني بيعرف يمسك كورة. عمل ماتش قدام مصر المرة اللي فاتت، ماتش عالمي جدا. كان هو تقريبا ماسك نص الملعب يعني، ودونجا بيطبش مع الراجل بيطحفش اي كورة بتيجي تحت رجليه. تمام كده انت قلت لك انت معاك عبد الله وناصر وحمدي وندفيد والسولية وامام، وكمان معاك بلاتي توريه وشحاتة وجهاد. دولت اهم الاسماء اللي موجوده في نص الملعب. معاك على اليمين هيبقى معاك قلنا كريم العراقي، ومعاك عمر جابر، وناحيه الشمال بنتايج وفتوح. تفتكر دول هينفعوا نادي الزمالك ولا لا؟ اشوفك في فيديو جديد. السلام عليكم.